مرحباً بكم في قناتي حيث أشارك معكم وصفات لذيذة وسهلة. اليوم سنتعلم كيف نحضر كيكة البطاطس بالجبن والفطر، وهي وجبة شهية ومغذية تناسب الغداء أو العشاء. لهذه الوصفة سنحتاج إلى المكونات التالية: بطاطس، بيضة، زبدة، حليب، فطر، جزرة، ملح وفلفل. خطوات العمل: نقطع 5 حبات من البطاطس إلى مربعات ونسلقها حتى تنضج. تحتاج من 15 إلى 20 دقيقة حتى تنضج. في صحن عميق نضع البطاطس ونهرسها جيداً. نضيف 30 جراما من الزبدة للبطاطس ونخلطها جيداً. نضيف 50 مل من الحليب السائل للبطاطس ونخلطها. نضيف بيضة للبطاطس ونخلطها حتى تمتزج تماماً. نضيف ملعقة صغيرة من الملح ونخلطه. ننخل 150 جرام من الدقيق على البطاطس ونخلطه جيداً. يجب أن تكون العجينة طرية ولزجة. نفرم بصلة متوسطة الحجم لقطع صغيرة في مقلاة على النار. نضع القليل من الزيت النباتي ونضيف إليه البصل. نحركه حتى يذبل ونضع عليه رشة ملح. نقشر جزرة متوسطة الحجم ونبشرها ونضيفها للبصل. نحركها ونضيف رشة ملح حتى تذبل لمدة دقيقتين ونرفعها عن النار. نقطع الفطر إلى شرائح. يمكن استعمال الفطر المعلب بدلاً عن الطازج بإضافة كوبين من الفطر. في مقلاة على النار نضع الفطر. نضيف رشة ملح وقليل من الزيت النباتي. نستمر بالتقليب حتى نحصل على لون بني محمر. نضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلبه ونرفعه عن النار. في قالب الكيك نضع ورقة من الزبدة على الحواف. نضيف طبقة من البطاطس المهروس ونفردها بملعقة مع قليل من الزيت النباتي ونرفع حوافاً من البطاطس. نضيف طبقة من الفطر فوق طبقة البطاطس. نضيف طبقة الجزر والبصل ونفرده جيداً.
ثم نضيف طبقة من الفطر ونفردها جيداً. نغطي قالب الكيك بورق الألمنيوم ونضعها بالفرن لمدة 40 دقيقة على درجة 180. نفرم 150 جراما من الجبن. نخرج القالب ونضع الجبن على وجه القالب ونرجعه على الفرن لمدة 7 دقائق حتى يتحمر. نخرج الكيك من القالب ونرفع ورق الزبدة ونزينه بالشبت المفروم ويقدم. أتمنى أن تستمتعوا بهذه الوصفة الشهية والسهلة. لا تنسوا الاشتراك في قناتي لمزيد من الوصفات المميزة. شكراً لمشاهدتكم وإلى اللقاء في فيديو آخر.